طيب معلش في سؤالين كمان. مم. السؤال الاولاني، لو حضرتك واخد بالك في الجزء ده كده الدنيا مش مظبوطه قوي، اه هو التعديل بتاعها ايه؟ رقم ايه 2، البيرنج وول هل بيبقى فيه تحتها اللي هي البي سي برضو، ولا هي بتبقى مباشره كده؟ لا الحوائط البيرنج اه ايوه بيبقى في عشان انا شفت تحتها. مهندسين في التاسك اوريدي عاملين حوايط تحتها، اللي هي سوري البي سي، فانا مش عارفه هي المفروض بتتعمل ولا هي المفروض بتبقى لازم يبقى بالشكل ده. لازم اي حاجه تحتها بي سي. اديها كلها نفس السمك بتاع مثلا البوينت 2 اللي انا مختاره. لازم لازم البي سي دي تبقى موجوده، لان دي النظافه بنسميها كده، حاجه لحفاظا على الخرسانه المسلحه بتاعتها. فعشان كده في اي حاجه، اي خرسانه مسلحه لازم تبقى تحتيها قاعده عاديه. طيب تمام. الرفت نفس الكلام. الرفت طبعا نفس الكلام. طيب الرفت حضرتك كنت عامله 0.8 حلو. الايزوليتد هتبقى 0.2 و 0.6، فدي كده 0.8. صح. طيب ما دي هتبقى يعني دي هتبقى الليفل بتاعها اللي هي الرافت هيبقى الليفل بتاعها اعلى من الايزوليتد، مظبوط؟ مظبوط. طيب الريتيننج وول المفروض بتبقى سمكها في حدود قد ايه، ولا هي ملهاش ملكه؟ لا على حسب الديزاين. الديزاينر هو اللي بيجي يقول لك اعملي السمك 50، اعملي السمك 60، اعملي السمك 80. طيب بناء على يعني تقاطع زي ده دلوقتي حله هيبقى ايه مثلا؟ يعني انا بحاول ان انا اخليهم كلهم يبقوا قريبين لا لبعض لا عشان لا لا حتى لا لما لا 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 ولا مش اهم صح. حاجه. القاعده الوحيده اللي تحاولي تعمليها ان يكونوا كلهم على منسوب التاسيس من تحت، لكن من فوق ممكن تبقى قاعده طالعه 20 سم من القاعده اللي جنبيها، ممكن تبقى قاعده اقل شويه 20 سم من القاعده اللي جنبيها، عادي مفيش مشكله، بس اهم حاجه كلهم من تحت ايه؟ منسوب واحد. منسوب واحد، لان ده منسوب التاسيس، اكيد احنا مش هنروح نقعد نحاول كده نحفر لكل ايه، مش هينفع. فده منسوب التاسيس. من فوق بقى دي 90، دي متر، دي 100، دي 50، دي 70، ده كله ده من فوق بقى التدرج طيب بتاع ولما اجي اوصل ما بينهم بسميلات زي كده هيبقى عادي جدا. برضه عادي. الديزاينر اللي بيحدد السميلات اللي تربط ما بين وفي الاول وفي الاخر السميل ممكن يطلع فوق ممكن يبقى واقع تحت، ممكن يبقى واقع تحت، المهم يبقى داخل في القعده وخلاص، بس ممكن يبقى واقع تحت. والسميل خلي بالك بيبقى ليه فرشه نظافه برضه. السميل برضه بيبقى ليه فرشه نظافه. عامل ايه برضه الاسود. بس ممكن ما يبقاش ليه، ممكن يبقى متعلق وطاير، ما فيش مشكله.